أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد دونالد ترامب كي يعود إلى البيت الأبيض، وكانت هذه ماشي مفاجأة، ولكن كانت واحد المنافسة قوية ديال كامالا هاريس، وكان ممكن أن تكون لأول مرة تكون امرأة تحكم أو تكون رئيسة للولايات المتحدة الأمريكية. ترامب كيرجع للرئاسة، العالم منقسم إلى قسمين. هناك العديد من الدول التي لا ترغب في أن يكون ترامب رئيس الولايات المتحدة، وهناك عدد أكبر لدول أخرى تحلم وتتمنى، والآن هي فرحة بعودة ترامب إلى دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. هاد الثنائية هذه عندها أسباب ديالها. فكما قلت، هناك المستفيدين وهناك المتضررين. فلا رجعنا للمتضررين، فغادي يكونوا الأولين والمعروفين في الأساس هم دول الممانعة واللي حنا كنعرفوا، وعلى رأسهم جمهورية إيران اللي هي معادية لإسرائيل، وبالتالي بطريقة مباشرة أيضا معادية للولايات المتحدة الأمريكية. وإيران، الملف الإيراني هو يهم إسرائيل، وبالتالي غادي يدعم دونالد ترامب، غادي يدعم إسرائيل في هذه المسألة هذه. الأذرع العسكرية ديال إيران اللي متواجدة في مثلا حزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن، وأتباع في سوريا، والبوليزاريو هنا بجنوب الجزائر. والجزائر هي نفسها من اللي غادي يكونوا من المتضررين لعودة ترامب في هذه المرحلة هذه لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. المستفيدين هم كثيرون، خاصة دول المشرق العربي، على أساس مسألة ديال البترول والغاز مع المستوى التوازن الدولي، لأن من الملفات اللي ممكن أنها غادي تحل واللي غادي يعطيها أهمية هي ديال غزة. وأن ممكن، وهذا ماشي حسب آخر التقارير، على أن ترامب كان يدعو إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة، وبالتالي وقف هذه الحرب هذه. وأكيد أنه غادي يعمل على وقفها، ليس لخدمة الغزاويين والعرب، بل لأن اللي وصلته هذه الحرب وصلت لواحد المرحلة اللي هي لا يمكن أن يقبل أي إنسان أنها تستمر، وبالتالي خص شي واحد ياخذ واحد القرار ويوقف هذه الحرب هذه لصالح الإنسانية بصفة عامة. هناك حرب أخرى بين جهات روسيا وأوكرانيا، واللي أثرت على العالم على المستوى الاقتصادي أكثر، واللي مست العديد من القطاعات، منها القمح والغاز والبترول والأتباع ديال الزيوت، واللي خلقت واحد الأزمة كبيرة اقتصادية. ترامب أكيد ومؤكد أنها غادي يساند وغادي يحل هذا الملف هذا مع روسيا في حل المشكل الأوكراني الروسي. هذا من الدول، من الملفات الكبرى اللي غادي يتعاطى معها دونالد ترامب. وفيما يهمنا ويهم المغرب خصوصا، أن عودة ترامب هي مسألة مهمة ومهمة جدا، لأنه هو الرئيس الأمريكي الذي اعترف بمغربية الصحراء، وأن هذا الملف هذا غادي ياخذ واحد الخطوة إلى الأمام، غتكون كبيرة في عهد ترامب، وأنه غادي يحسم وغادي يتم حسم في هذا الملف هذا بشكل نهائي. إذن هاد عودة ترامب هي إيجابية للمغرب، وهي مسألة مفيدة للمغرب ولملف الصحراء المغربية. وهذا ما نتمناه نحن كمغاربة، أن هذا الملف هذا يتحسم فيه وما يبقاش يتجبد نهائيا، والمغرب باش يزيد إلى الأمام وحدتنا الترابية وتكون كاملة مكمولة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.